افكار كتير هنعمل ممكن بينها اللانش بوكس. ممكن نعمل افكار ياما. اول حاجه العيش اللي عيالك بيحبوه، هنحضر عيش مصري، هنحضر عيش توست. ممكن نحشي جبنه بيضه، جبنه رومي، بطاطس محمره، بطاطس مسلوقه، مربى. انا يعني في الغالب بحب مثلا حاجه حادقه او حاجه حلوه، يعني لو مثلا مربى معاها جبنه بيضه او جبنه رومي. دي معظم السندوتشات بعملها. او لو حابه العيش زي ما انت حابه، يعني انا في بنات بتحب عندي العيش المصري العادي، وفي عندي بنت بتحب العيش التوست، على حسب انت عيالك بيحبوا ايه. فنحط يعني العيش اللي عيالك بيحبوه. هنحشي مربى، زي ما قلت جبنه بيضه، جبنه رومي، ممكن جبنه، يعني ممكن الجبنه البيضاء ممكن قطعي معاها خياره او فلفلايه، بحشي جواها بالطريقه دي اي قطعه فلفل، حطيها مع الجبنه بتغير طعم جدا. هي كده كانها هي متقطعه سلايز، بحط فيها الفلفلايه بالمنظر ده، بيبقى طعمها برضو بتتغير طعم جامد جدا. الجزء اللي هنا ده بنحط فيه، ممكن احط فيه فاكهه بالمنظر ده. انا يعني بحب جدا ندي للعيال، يعني زي مدين يعني عيش، مدين سندوتشات، ندي خضار، يعني خيار، فلفل. الفلفل ده يعني مليان فيتامين سي في الوقت المدارس، يعني حلو جدا. الجزر بحب اقطعيه مثلا صوابع بالمنظر ده كانها صوابع، واديه للعيال. فعايزه نحط هنا لو انت عامله مثلا بس خبزه بسكوت اول المدارس، يديه للعيال. او لو كده لو بسكوته معينه، اي بسكوت انت حباه براحتك، يعني ايه نوعي باشكال كتير جدا. ممكن في عيال مش بيحبوا يعني كميه العيش او سندوتشات كتيره جدا، ممكن ندي سندوتشات كده وجنبهم علبه زبادي، حلو جدا، او علبه دانت. ننوع ونغير باشكال كتير جدا. اللانش بوكس اللي معانا ده تبر وير. هقول لكم انا ليه، يعني دايما بقول لو هو لانش بوكس يبقى تبر وير. انا جربت لانشات بوكس كتير جدا جدا. ميزه اللانش بوكس في تبر وير ان لما العيال بيرجعوا من المدرسه الاكل ريحته مش بيتغير، ولا طعم ولا حتى ريحه. فينفع الاكل لو زياده، لو في اكل زياده رجعوا بيه من المدرسه، زي ما هو بحطه في الثلاجه وبستخدمه في العشاء. او هو لو انا هكمل عليه تاني يوم ويروح بيه المدرسه، مفيش اي مشكله نهائي.